هادشي اللي غنوريك هو المرايه ديال الحولي، وكاين اللي ما غيبغيكش تعرفو. قبل ما نبداو، انا مصطفى الاشهب وهذا محتوى الباديه، وهذه الحلقه الثانيه من سلسله حوليه العيد. اول حاجه خاصك ديرها للحولي هي تحليه فمو بهذه الطريقه. الا لقيتيه تني يعني عنده جوج سنان كبار الوسط، عرفوا فتي ولحمو بني، وانا بالنسبه ليا كنفضل التني واللي عنده سنان الحليب كيكونوا احسن. ثاني حاجه اللي خاصك تشوفها في الحولي هي العين ديالو. العين كيف ما كيقولوا هي المرايه ديال الحولي، خاصها تكون صافيه وكتلمع وما فيها والو. دير ليه هذه الحركه وشوف واش كيرمش وكيشوف بهم بجوج. الا شفتي شي عين صفراء ولا ناقصه وما كيرمش بها، عرفوا راه مريض واخا كيبان لك مزيان من برا. ثالث حاجه قلب ليه السلسول ديال ظهرو، حط يديك فوق ظهرو وقيس ليه العظم هنا بالضبط ماشي هنا. الا قستي وحسيتي بالعظم باين وناشف، عرفوا راه منفوخ غير بالصوفه، اما هو ضعيف غير بعد منه. خامسا واللي ضروري ومهمه بزاف، هي خاصك تشوف الديل ديالو. ضروري يكون فايت الكعبات لتحت وما خصوش يكون صغير وطالع للفوق. الدين ديالنا وصلنا بالاضحيه تكون سليمه وما فيها حتى شي عيب، وهذا هو هدفي من سلسله حوليه العيد. استناو الحلقه الثالثه وفيها مفاجاه كبيره لاي واحد غيتفرج فيها. ما بغيت منكم والو، فقط رحمه الوالدين. وانتم شريتوا الحولي ولا مازال؟